السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي كتاكيت اللي كبروا سنة وبقينا في تانية إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في صحة وعافية والدنيا معاكم تمام، وإن شاء الله السنة اللي فاتت تكونوا إيه كده، ربنا كرمكم وجبتوا الدرجات اللي وعدتكم بيها وأكون حققت لكم اللي أنتوا عايزينه. وزي ما فرحتوني بدرجاتكم السنة اللي فاتت فإن شاء الله هبقى معاكم نفس النظام السنة دي. خلاص نفس النظام السنة دي، هنشرح وهنعمل كل حاجة عملناها السنة اللي فاتت، بس بقى إيه، هيبقى عندنا حاجات زيادة كده، تريكات زيادة عشان إيه نبقى متفوقين أكتر، نطلع بقى أوائل وإيه والدنيا تبقى معانا في التمام. صيفنا وخلصنا الصيف، نرجع بقى للمدرسة تاني كده والدراسة، ونسترجع كده ننزل مية الصيف اللي دخلت دي وندخل معلومات تاني. النهاردة إن شاء الله أنا جاي معاك هديك حصة تأسيسية سريعة، الحصة دي هتفرق معاك جدا جدا جدا، فركز معايا علشان كل المنهج بتاعنا السنة دي مترتب على اللي أخدناه في سنة أولى قبل كده والمعلومات اللي أخدناها قبل كده. خلاص طبعا حضرتك عارف القرار والمبدأ بتاعي، النجاح ليس صعب ولكنه قرار، ده قرارك انت، فانت قررت تبقى ناجح خليك قد القرار دوت. خلاص وان شاء الله السنه دي هيبقى عندنا على اليوتيوب كل حاجه متاحه، عندك حصص مجانيه هتنزل، شرح كامل مفصل مش هخبي عليك حاجه. خلاص وهيبقى عندك حل اسئله وكمان حل الكتب الخارجيه وكمان حل اسئله مستويات عليا، يعني هتبقى داخل الامتحان باذن الله حاطط رجل على رجل، مش محتاج اي حاجه. خلاص يلا بينا كده، بسم الله. هات كوبايه الشاي بتاعتك وقول كده معايا الدعاء دوت: ربي زدني علما وانفعني بما علمتني واجعلني اللهم من عبادك الصالحين. يلا بينا بسم الله نبدأ كده النهارده. أول حاجة في الحصة التمهيدية بتاعتنا، أخدنا السنة اللي فاتت تركيب الذرة، تمام، ودرسنا يعني إيه مادة والمادة بتتكون إزاي وحالات المادة والكلام ده كله. طيب هنبدأ النهارده بإذن الله بالحاجات اللي خدناها في الوحدة الأولى في سنة أولى إعدادي اللي هي تركيب الذرة. بص كده معايا، تعالى هنا واحدة واحدة كده أفكرك. عندي أهي أدي الذرة. خلاص الذرة دي جواها حاجة سميناها النواة. خلاص سميناها النواة. النواة دي بيدور عليها من بره حواليها كده حاجات سميناها الكترونات. سميناها ايه؟ الكترونات. تمام. وجوه النواة كان بيوجد حاجة قلنا ان هي جواها شحنات موجبة، جواها شحنات موجبة وشحنات متعادلة. خلاص كده يبقى عندنا اهو، قلنا ان الذره دي كلها كده هنسميها الذره. الذره بتتكون من نواه والكترونات، ادي النواه وادي الالكترونات اهو، واحده واحده كده. ادي كده الذره، الدوائر الخضراء دي سميناها الكترونات تدور حول النواه. خلاص الحاجات اللي هي الموجبه، الشحنات الموجبه دي سميناها حاجه اسمها بروتونات، سميناها بروتونات. والشحنات المتعادله دي سميناها نيوترونات. صح كده؟ افتكر معايا كده واكتب ورايا. خلاص يبقى جوه الذره بيوجد ايه؟ بيوجد حاجتين، بيوجد نواه موجبه الشحنه وبيوجد الكترونات سالبه الشحنه. خلي بالك كده واحده واحده. بص دي اول حاجه في تركيب الذره النواه. النواه تقع في مركز الذره اهو، الدائره الحمراء دي هي ايه؟ هي النواة. خلاص النواة دي بتحتوي على حاجتين، بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة الشحنة. لذلك بيجي لي هنا على طول لو تفتكر سؤال علل، وقلت لك علل يعني هو بيسألك ليه. خلاص علل. تعتبر النواة موجبة الشحنة. يقصد بيه هنا بيقول لك ليه النواة موجبة الشحنة، هترد وتقول له لاحتوائها على ايه بقى؟ حاجتين، بروتونات موجبة الشحنة، صح كده، ونيوترونات متعادلة الشحنة. لذلك فهي الشحنات الموجبة عندها اكتر، صح كده، فاصبحت النواة اللي جوه ديت موجبة الشحنة. طب لو جه سألك على الذرة كلها هتقول له الذرة متعادلة. ايه ده مستر اللخبطة دي؟ مفيش لخبطة ولا حاجة، ركز كده معايا اهو، اكتبها لك هنا. قال لي لو سألني عن الذرة كلها هقول له ان هي متعادلة الشحنة. متعادلة ايه؟ الشحنة. طب لو كلمني عن النواة
النواه اللي هي الصغيره اللي جوه، اللي هي جزء اصلا من الذره، هقول له ان هي موجبه الشحنه. طب ليه يا مستر؟ لو جه اكلمك على الذره هتقول له ليه؟ لان الذره بتحتوي على حاجتين، الذره كلها بتحتوي على حاجتين، نواه موجبه الشحنه والكترونات سالبه الشحنه، فالموجب اللي هنا قد السالب اللي هنا، فتعتبر متعادله. خلاص؟ لو جه اكلمك على النواه بقى اللي هي اللي جوه، هتقول له لانها بتحتوي على بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله، فعندك الشحنه الموجبه هتبقى اكتر من الشحنه المتعادله، دي يعتبر مش موجوده. خلاص؟ يبقى عندها بروتونات موجبه، فتعتبر النواه موجبه الشحنه. خلاص كده؟ تمام؟ فيها حاجه صعبه الحته دي؟ ما فيهاش حاجه صعبه، لو فيها هتكتب لي في الكومنتات وهجاوبك على طول. خلاص؟ تعال نخش على ثاني جزء من الذره، الالكترونات. قال لي بقى تدور حول النواه بسرعات فائقه، تدور بسرعه عماله تلف على طول على طول على طول. تمام؟ وقلنا ان الشحنه بتاعتها سالبه. خلاص؟ طيب قال لك برضو ان هي صغيره جدا في الحجم، الحجم بتاعها صغير. تمام؟ قال لي تدور حول النواه، لو تفتكر قلت لك في مدارات وهميه تسمى مستويات الطاقه. تسمى بايه؟ بمستويات الطاقه. افتكر معايا كان عندي مستويات طاقه لما العلماء قعدوا مع بعض قال لك انا هسيب كده الذره والالكترونات يطيروا كده في الهواء، لا انا عملت لهم مدارات وهميه عشان اعرف ادرسها، ومدارات وهميه عشان اعرف ادرسها. اهي لو تفتكر لما كنا بنيجي نوزع العنصر كنا بنحط هنا كي ال ام ان وهكذا. تمام؟ وكنا بنوزع الالكترونات في كل واحد فيهم. تمام؟ ده كده مراجعه سريعه كده عن ايه؟ عن الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده. تعالى كده بص معايا هنا. لو تفتكر كان عندنا كتابة معينة للعنصر، قواعد عشان اكتب الرمز بتاع العنصر. كان عندي ان انا اول حاجة لازم الحرف الاولاني يبقى كابيتال. تمام؟ كان بيبقى ايه؟ كابيتال. طب لو انا عندي عنصرين الحرف الاولاني نفس الحرف فيهم هما الاثنين، هيبقى هاخد الحرف الثاني من مادة تانية. تمام؟ يبقى وليكن انا عندي الالومنيوم اهو، تمام؟ ال، وعندي الذهب يو. خلاص؟ طب انا عندي ده ايه وده ايه؟ قال لك خلاص انا هكتب الحرف الاولاني وهحط معاه الحرف الثاني، بس بشرط الحرف الثاني هيكون سمول، هيكون سمول. ده على حسب اللغه اللاتينيه. افتكر معايا السنه اللي فاتت كنا بناخد الكلام ده في الترم الاول. طيب بص كده معايا هنا. لو تفتكر واحنا بنكتب الرمز بتاع العنصر كنا بنحط رقمين، رقم تحت ورقم فوق، رقم تحت ورقم فوق اهو. بص معايا كده، ده كنا بنقول عليه رمز العنصر، وده كنا بنقول عليه، افتكر يلا قول معايا، العدد. سامعك، برافو عليك، العدد الذري. وده كنا بنقول عليه العدد الكتلي. خلاص كده؟ يبقى ده شكل اللي احنا كنا بنكتب بيه العناصر السنه اللي فاتت. مهم جدا عشان احنا السنه دي عندنا حاجه اسمها الجدول الدوري. الجدول الدوري هدرس فيه مجموعه عناصر، فلازم ابقى عارف انا بكتب العنصر ازاي، وعارف الرقم الذري بيتكتب فين والعدد الكتلي بيتكتب فين. خلاص؟ تعالى كده نفنط كل واحد فيهم. كنا مفنطينهم السنه اللي فاتت. افتكر العدد الذري ده قلنا هو عدد البروتونات الموجبة، عدد البروتونات اللي موجودة جوه النواة الموجبة. خلاص؟ طيب وقلت لك ان انا ممكن برضو اقول عليها هو عدد الالكترونات السالبة، دي او دي. ازاي يا مستر؟ مش انا قلت لك ان الذرة متعادلة كهربيا؟ طيب يبقى عدد البروتونات هو عدد الالكترونات، يبقى العدد اللي تحت ده بيعبر عن عدد البروتونات الموجبه او عدد الالكترونات السالبه. طب الرقم العدد بقى الكتلي دوت اللي فوق، قال لي دوت هو عدد البروتونات الموجبه بجمع عليه عدد النيوترونات السالبه. اسف، عدد النيوترونات المتعادله. عدد النيوترونات ايه؟ المتعادله. يبقى العدد اللي فوق، العدد الكبير اللي بيتكتب فوق هو عدد البروتونات زائد النيوترونات، اما العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه فقط،
او عدد الالكترونات السالبه فقط، لان دي هي ديت في الذره. خلاص. طب لو جه قال لك انا هنا عايز احسب عدد النيوترونات واعطيك ده واعطيك ده، طب ما انت عندك العدد الكتلي بيساوي البروتونات والنيوترونات، صح كده؟ طيب وانا يبقى عندي العدد اللي تحت اللي هو العدد الذري اللي هو عدد اصلا ايه؟ البروتونات. اطرح ده من ده، 27 ناقص 13 هيديك 14، وده اصبح عدد النيوترونات المتعادله. عدد ايه؟ النيوترونات المتعادله. خلاص كده. يبقى ده التعبير عن العناصر بتاعتنا في ماده العلوم. ركز عشان هنحتاجها في الجدول الدوري، هاكد لك عليها، ركز علشان هنحتاجها في الجدول الدوري. خش على اللي بعد كده. بيقول لي التوزيع الالكتروني للعناصر. هل انا سبت العناصر كده؟ لا، ما انا قلت لك عملتها في مدارات. تعالى كده ندرس. احنا كنا علينا السنه اللي فاتت اول 4 مدارات اللي هو المستوى K، والمستوى L، المستوى M، والمستوى N. خلاص. عشان احسب كل مستوى من دول بيكتفي بكام الكترون. فاكر لما جيت قلت لك يعني انا ماما بتعاملني معامله الالكترون الجعان، لما قلت لك لما انت بتشبع فكل مستوى من ده بيشبع بعدد الكترونات معين. تمام. يبقى المستوى كي التوزيع ده بقى انا بعرف ازاي كل مستوى بيتشبع بعدد من الالكترونات. قال لي والله انا بعرف من العلاقه 2 نون تربيع. العلاقه 2 نون تربيع. خلاص. 2 نون تربيع. نون ده بيعبر عن رقم المستوى، سواء هو المستوى اول تاني تالت رابع. والعلاقه دي بتطبق على اول 4 مستويات فقط. من بعد الرابع الذره هتصبح غير مستقره، فما اقدرش اطبق عليها العلاقه دي. طيب تعالى كده معايا احسب نجرب. قال لي هنا المستوى كي ده المستوى ايه؟ الاول. يبقى 2 مضروب في 1 أس 2 هيساوي 2. يبقى المستوى الأول بيتشبع ب2 إلكترون. طب المستوى الثاني يبقى 2 في 2 تربيع هيساوي 2 تربيع ب4 وتضربها في 2 تبقى 8. يبقى المستوى الثاني بيتشبع ب8 إلكترون. المستوى الثالث أهي 2 في 3 تربيع هتساوي المستوى الثالث هيتشبع ب 18 الكترون. طب والرابع يا مستر؟ قال لي 2 في 4 تربيع هيساوي 32 الكترون. يبقى كل مستوى من ده الاول بيتشبع ب2، الثاني ب8، الثالث ب18، الرابع ب32. قال لي بعد كده ان المستوى الخارجي للذرة لأي ذرة عندي هيتشبع فقط ب8 إلكترون. يعني ايه المستوى الخارجي يا مستر؟ وليكن أنا عندي ذرة أهي حواليها 3 مستويات. حلو. قال لي ان المستوى الاخير هو ده المستوى الخارجي اللي بقول لك عليه. المستوى الاخير ده هو بيتشبع ب8. مع ذلك تعالى وليكن الذره دي لو قلنا ان هي كي ال ام، احنا عندنا الام بيتشبع بكام؟ قلنا ب18. ومع ذلك وانا بوزع هحط فيه هنا 8 بس. لو مستر مش هو ب 18 قال لك والله لو انا حطيت فيه اكتر من كده هتبقى الذره غير مستقره، فانا هنقل الالكترونات اللي بعدها للايه؟ للمستوى اللي بعديه. تمام. بس عندك هنا ملحوظه خلي بالك، ما عدا المستوى الاول. المستوى الاول اللي هو كي، المستوى الاول قال لي المستوى الخارجي بتاعه بيتشبع بكام الكترون؟ ب2 الكترون فقط. خلاص. لان هو اصلا على حسب القاعده اللي العلماء حطوها لنا بيتشبع بكام؟ بيتشبع ب2 الكترون فقط. خلاص. طيب تعالى كده واحده واحده بقى ايه، ناخد لنا كام مثال حلوين ونوزع ونشوف هنوزع ازاي. تعالى كده بسم الله خد الام جي 12. الام جي اللي هو المغنيسيوم. طيب تعالى كده وزع نكتبه هنا ادي اهو الام جي
12. وزع كده الالكترونات بتاعته. ادي اول مستوى كي هياخد كام؟ هياخد 2. هيتفضل كمل 12، هيتفضل 10. ادي للمستوى ال 8 هيتفضل كام؟ هيتفضل 2. 2 و8 10، هيتفضل 2. هحطهم في المستوى الاخير اللي هو المستوى ام. تمام. تعال خد مثال تاني اهو، والله ما هبخل عليك. عندك السي اي اللي هو الكالسيوم بيتشبع، العدد الذري بتاعه 20. تمام. تعال وزع ولاحظ الفرق بقى واحده واحده معايا. ادي كي هديله كام واحده؟ 2. وادي الام ال اسف هديله كام؟ 8. 2 و8 10، يتفضل لي 10. خش على المستوى اللي بعده الام هديله 8. ادي 2 8 ادي 10 و8 يبقى 18. يتفضل 2 الكترون هحطهم في المستوى الاخير اللي هو ان. خلاص. طيب تعالى خد مثال كمان اهو. ادي الايه ال 13 الالومنيوم. افتكر معايا اسماء العناصر. اول مستوى كي هحط له كام؟ هحط له 2 الكترون. طيب 2 من ال 13 يتفضل 11. ادي ال هدي له 8. 2 و8 10. هدخل على المستوى ام اللي بعديه هدي له 3. يبقى 2 و8 10 و3 ادي ال 13 بتوعه. خلاص كده افتكرت معايا التوزيع وقواعد التوزيع، افتكرت القاعده اللي احنا بنمشي بيها عشان نجيب عدد العناصر. تمام. افتكر معايا كمان اهم حاجه عندي الجدول الدوري والعناصر اللي احنا اخدناها قبل كده السنه اللي فاتت، الجدولين اللي كانوا عندنا. عنصر واحفظ العدد الذري بتاعه، العنصر بالرمز بتاعه بالعدد الذري بتاعه. اتفقنا؟ يلا بينا يا دكاتره صغيرين نكمل. ارجع كده معايا، يلا بينا واحده واحده ونفتكر حاجه اخدناها برضو الدرس الاولاني في سنه اولى في الترم الثاني. اخدنا حاجه اسمها فلزات ولا فلزات وغازات خامله. تعال نفتكرها كده واحده واحده. قال لي الفلزات دي هي عناصر موجوده في الجدول الدوري. تمام. مستوى الطاقه الاخير بتاعها بيكون فيه 1 أو 2 أو 3 الكترون. يعني لما باجي اوزع بلاقي في المستوى الاخير يا 1 يا 2 يا 3 الكترون. خلاص. طيب قال لي ان انا درست ليها شويه خصائص لو تفتكرها. قلنا من خصائصها انها جيده التوصيل للحراره والكهرباء، بتوصل حراره وكهرباء. قلنا كمان ان لها بريق معدني. خلاص. قلنا كمان ان هي قابله للسحب والطرق والتشكيل. خدنا كل الكلام دوت السنة اللي فاتت في سنة أولى الترم التاني. كان أول درس عندنا مقارنة كده حلوة لو تفتكرها. طيب يبقى أنا عندي الفلزات ديت أنواع من الجدول الدوري. دي بتعمل حاجة اسمها بتفقد إلكترونات، اللي هي في مستوى الطاقة الأخير اللي قلنا 1 أو 2 أو 3 بتفقدها وتسمي أيون اسمه أيون موجب. أيون إيه؟ موجب. خلاص. وقلنا كمان إن الرابطة اللي بتعملها الفلزات اسمها رابطة أيونية. افتكر معايا رابطة إيه؟ رابطة أيونية. خلاص. قلنا كمان التوزيع بتاعها. تعالى كده وريني امثله. قال لك عندي اول حاجه ال Na عنصر الصوديوم 11. التوزيع بتاعه كان 2 8 1. اهو بص مستوى الطاقه الخارجي في كام؟ في 1 الكترون. تمام. تعالى وريني مثال تاني. قال لي الام جي اللي احنا عملناه من شويه ام جي 12. خلاص. قال لي بيساوي 2 8 2. بص مستوى الطاقة الخارجي فيه كام؟ فيه 2. خلاص. طيب بص على المثال اللي بعديه الألمونيوم برضو اللي عملناه ال 13. التوزيع بتاعه هيبقى 2 8 3. بص مستوى الطاقة الخارجي اللي هو الأخير في 3 الكترون. يبقى انا لو عندي عنصر وعندي العدد الذري بتاعه وعايز اعرف النوع بتاعه هو فلزات ولا لا،
اوزع، ولو لقيت في مستوى الطاقة الخارجي 1 او 2 او 3 الكترون يبقى العنصر ده عنصر فلز. غير كده هقول لك بعد كده اللي جاي هيبقى فيه ايه. خلاص طيب، يبقى انا عندي العنصر بيبقى عنصر فلز وبيكون رابطة قلنا اسمها رابطة ايونية. خلاص دي كده الفلزات. دخلنا بعد كده على حاجة تانية اسمها اللافلزات. قلنا اللافلزات هي العناصر اللي مستوى الطاقة الخارجي بيبقى فيه 5 أو 6 أو 7 إلكترون. 5 أو 6 أو 7 إلكترون، صح؟ خدنا من الخصائص بتاعتها إن هي غير جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. قلنا كمان ان هي ليس لها بريق معدني، مش بتلمع. قلنا كمان ان هي غير قابلة للطرق، اللي انا اطرقها ان انا اخبط عليها، والسحب والتشكيل. بس عندي هنا بقى اللافلزات بتختلف عن الفلزات في حاجة. قال لي ان انا عندي اللافلزات بتعمل 2 انواع من الرابطة. النوع الاول بتعمل رابطة ايونية، وتاني نوع من الرابطة بتعمل رابطة اسمها رابطة تساهمية. رابطة ايه؟ تساهمية. خلاص الرابطة الايونية دي لما اللافلزات تكتسب ايونات، تكتسب ايونات. خلاص اما الرابطة التساهمية امتى؟ عندما تشارك ايونات. خلي بالك من الفرق. الرابطة الايونية ان هي بتكتسب ايونات، اما الرابطة التساهمية فهي بتشارك الايونات. تعال خد الامثلة. عندي وليكن عنصر الكلور Cl17، وزعه هيبقى 2 8 7. بص مستوى الطاقة الخارجي فيه كام؟ فيه 7 الكترونات. طيب لو بصيت بعد كده عنصر تاني وليكن عنصر الاكسجين O8، التوزيع بتاعه هيبقى 2 6. بص مستوى الطاقة الخارجي فيه كام؟ فيه 6 الكترونات. طيب يبقى انا عندي عناصر اللافلزات. لو عندي عنصر عندي الرقم الذري بتاعه او العدد الذري بتاعه وعاطيني الرمز، عايز اعرف ده فلز ولا لا فلز. قال لي هعرف ازاي؟ هوزع واشوف. والله لو لقيت عدد المستوى الطاقة الخارجي في 5 او 6 او 7 هيبقى لافلزات. تعال اديلك مثال اهو يا عم بالمرة على ان في 7. عندك النيتروجين N7، وزع هيبقى 2 5. مستوى الطاقة الأخير فيه كام؟ فيه 5. يبقى ده عنصر لافلز. خلاص يبقى أنا لو عايز أفرق ما بين عنصر فلز وعنصر لافلز وأنا ما أعرفش اسمه ولا أعرف حاجة، بس ما أعرفش غير العدد الذري، هوزع أشوف والله العنصر اللي آخره 1 أو 2 أو 3 يبقى فلز، والعنصر اللي آخره 5 أو 6 أو 7 يبقى لا فلز. خلاص كده. وعندي الفلزات بتعمل رابطة أيونية فقط، أما اللافلزات بتعمل رابطة أيونية عندما تكتسب، لما بتكتسب من فلز تاني بتعمل رابطة أيونية، أو بتشارك بالإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي فبتعمل رابطة اسمها رابطة تساهمية. طيب عندي نوع ثالث وهي الغازات الخاملة. لو افتكر معايا الغازات الخاملة، الغازات الخاملة دي قلنا إن هي تكافؤها بيساوي 0. يعني ايه التكافؤ بتاعها بيساوي 0؟ يعني عدد مستوى الطاقة الخارجي خلاص هو مكتمل بالالكترونات، في 8 الكترون خلاص، ولا هيفقد ولا يكتسب. يا عم انا قاعد في حالي، يا عم انا الدنيا تمام والدنيا بيس وقشطه وكله تمام، ولا عايز اروح ولا عايز اجي، انا مكتمل، ولا عايز حد يديني حاجه ولا عايز حد ياخد مني حاجه، سيبوني في حالي. خلاص هو بيقول لك كده، سيبوني في حالي. اتفقنا؟ طيب يبقى تكافؤها بيساوي 0. طيب معنى ان تكافؤها بيساوي 0 يبقى هي لا تكتسب ولا تفقد
ولا تشارك. هو ايه؟ عامل زي حضرتك كده، ايه، قاعد ما انت معلم، ولا بيعمل اي حاجه ولا في دماغه اي حاجه، ضاربها طناش. خلاص، يبقى ايه؟ لا تكتسب ولا تفقد ولا تشارك. طيب بص كده الجدول الحلو اللذيذ دوت. طيب قلنا اول حاجه هديك مقارنه كده ايه سريعه. حلو. الفلزات، قلنا الفلزات مستوى الطاقه الخارجي اللي هو الاخير بينتهي بواحد واثنين او ثلاثة، اما اللافلزات 5 او 6 او 7. اتفقنا؟ طيب تاني حاجة، الفلزات بتعمل رابطة اسمها رابطة ايونية. خلاص، اما اللافلزات بتعمل رابطة ايونية قلنا عندما تكتسب، ورابطة تساهمية عندما تشارك. لحد كده الكلام يا مستر في المظبوط خالص والدنيا تمام. طيب النقطة الأخيرة بقى اللي عايز أقول لك عليها وأفكرك بيها عشان مهمة هنحتاجها السنة دي، إيه هي؟ قال لي التكافؤ. التكافؤ. طب بص كده أنا كاتب لك هنا أهو التكافؤ. إيه هو تعريف التكافؤ؟ قال لي هو عدد الإلكترونات السالبة. خلاص، عدد الإلكترونات السالبة التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة عنصر مع ذرة عنصر آخر. معلش بقى أنت فاهم إيه؟ أنا خدت في العربي كده بقى، أنا على قد يا عم، ما تتريقش عليا. تمام؟ بس أنا إيه قلته لك، فإيه اكتبه ورايا. هو عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة عنصر مع ذرة عنصر آخر. طب أنا عندي هنا بص كده الفلزات دي تكافؤها أحادي أو ثنائي أو ثلاثي. حلو حلو. طب هنا عندي برضو أحادي أو ثنائي أو ثلاثي. زي افتكر معايا الأحادي هنا، لو قلت لك عنصر ال Na11، مش قلنا ان الصوديوم العنصر او المستوى الطاقه الاخير عنده 1 الكترون فهيفقده؟ عدد الالكترونات اللي هي بتفقدها دي هو ده التكافؤ بتاعها. طيب وقلنا الثنائي مثلا مثال زي ما قلنا المغنيسيوم Mg12، قلنا الثلاثي زي الالومنيوم Al13. مش ده هنا الصوديوم عنده 1 الكترون فيبقى تكافؤه احادي، ده مش عنده في 2 الكترون يبقى تكافؤه ثنائي، ده عنده هنا 3 الكترون هيفقدهم يبقى تكافؤه ثلاثي. تعال بص الناحيه الثانيه في اللافلزات. اخدنا ال Na، اخدنا الاول السي ال 17 الكلور، صح؟ ده عنده الكترون 1، فاضل له 1 بس في المستوى الاخير ويبقى عنصر تمام ناشط. مش ناشط خلاص، هو كده اكتمل الالكترونات بتاعته. فانا عنده هنا عايز 1، هو عنده 7 ناقص له 1. الثنائي زي عندك قلنا الاكسجين او 8. تمام. وعندك هنا في الثلاثي الN 7. خلاص بص كده لما جينا وزعنا اصبح لقينا عندنا ان السي ال عنده 7 الكترون في المستوى الخارجي، فاضل له قد ايه؟ فاضل له 1 ويصبح تمام مظبوط والتمام الدنيا معاه تمام، والمستوى الاخير كام؟ في 8، يبقى ده تكافؤه احادي. طيب هنا لقينا ان الاو 2 6، يعني المستوى الاخير فيه 6 الكترونات، فاضل له كام الكترون ويوصل 8؟ فاضل له 2، يبقى هو عايز يكتسب 2، فده يصبح التكافؤ بتاعه ثنائي. طب لما جينا وزعنا السبعة 2 5، يعني المستوى الخارجي فيه 5، فاضل له كام ويبقى 8؟ فاضل له 3، يعني هو عايز من اي عنصر تاني 3 الالكترونات فيصبح التكافؤ بتاعه ثلاثي. يبقى التكافؤ هو عدد الالكترونات التي يفقدها او يكتسبها او يشارك بها ذرة عنصر مع ذرة عنصر اخر.
تمام. ركز بقى كده ايه وفوق، عشان الحته اللي جايه ديت هنمسك بقى الجدول كم حبه عناصر كده نظبطها سوا، ونعرف التكافؤ بتاعها، ونعرف العنصر بتاعها، ونعرف الرمز، ونعرف العدد الذري. ففوق كده لو ايه، لو الدنيا نملت معاك، لا فوق كده معايا وركز شويه. خلاص يلا بينا بقى ايه نخش على الحته المهمه اللي قلت لك دي لازم تركز معايا فيها. هدي لك دلوقتي تكافؤ بعض العناصر اللي هنستخدمها عندنا في المنهج. ركز بقى كده معايا. انا التقسيمه دي هقسمها لك تقسيمه حلوه. هنا عندنا دي اول حاجه، بس ايه تعالى نفتكر كده مع بعض قبل ما نكتب التكافؤات، نكتب اسامي العناصر. افتكر معايا واكتب يلا. الليثيوم اي ده الليثيوم. الN ايه الصوديوم. الكي البوتاسيوم. الAg الفضة. Mg مغنيسيوم. الCa كالسيوم. الZn خرسين، كنا بنقول عليه اسم تاني، الاسم التجاري اسمه زنك. خلاص. الHg زئبق. الBb رصاص. الCu نحاس. الAl ألمونيوم. الAu ذهب. تمام. الFe ليه اسمين، الاتنين بيبدأوا باسم كلمة حديد. تمام. بس واحد عندي هسميه حديدوز، والتاني حديديك. يعني واحد اخره واو وزين، والتاني اخره يه وكاف، وهعرفك دلوقتي ايه السبب. تعال نكمل بقية الاسامي. عندي هنا الاتش هيدروجين. الاف فلور. السي ال كلور. البي ار بروم. الاي يود. الاو اكسجين. الN نيتروجين. السي كربون. خش على اللي بعد كده. الHE هيليوم. الN نيون. الAr ارجون. الKr كريبتون. وبعد كده الXE زينون. والاخير الRN رادون. خلاص تمام. دي كده اسماء العناصر المهمه اللي عندي. تمام. طيب تعالى بقى نديك التقسيمه اللي انا عايز اديها لك. بص كده معايا، دولت كده مع بعض فلزات. حلو. بس فلزات بقول عليها فلزات احاديه التكافؤ. خلاص. طيب المجموعه اللي بعدها دي برضو كده، دي برضو فلزات، بس هقول عليهم فلزات ثنائية التكافؤ. يعني مستوى الطاقة الخارجي في كام يا معلم؟ في 2. خلاص. طيب بعد كده العنصرين اللي تحت اللي هو ال وال LU دول برضو فلزات، ولكن فلزات ثلاثية التكافؤ. خلاص. طيب بالنسبة بقى للحديد، هو الحديد فلز برضه بس عنده اسمين، حديدوز. الحديدوز ده عشان بينتج بيبقى ثنائي التكافؤ، وحديديك دوت عشان بيبقى ثلاثي التكافؤ. يعني الحديد عندي مرة بيفقد 2 ومرة بيفقد 3. لو فقد 2 بسميه حديدوز، لو فقد 3 بسميه حديديك. خلاص. خش بعد كده على اللا فلزات اهو. دي كده لا فلزات، بس دي لا فلزات احادية، اما دول لا فلزات ولكن ثنائية. خلاص. دولت طبعا بره التصنيف خالص، ملناش دعوة بيهم
عشان قلنا ان دول العناصر الخاملة، ودي تكافؤها كام؟ 0. خلاص، يبقى دي كده اهم العناصر اللي موجوده عندي في المنهج، وديت كده التكافؤات بتاعتهم. يا ريتك كده تاخدها دي سكرين وتخليها عندك وتحفظها عندك وايه، وكل شويه تبص فيها تحفظهم. خلاص، عشان دي مهمه جدا عندنا في المنهج. يلا دكتور تعالى كده كمل معايا. خدنا كده شويه عناصر. طب كان عندنا لو تفتكر حاجه اسمها مجموعات ذريه، دي مجموعه على بعضها موجوده في الطبيعه، مجموعه على بعضها. طيب تعالى نفتكرهم مع بعض، بس هنا انا هديني الاسم وانا بقى اللي هكتب الرمز. ركز معايا. الهيدروكسيد كان الرمز بتاعها OH سالب. تمام. مجموعة النترات NO2 سالب. النيتريت NO3 سالب. البيكربونات HCO3 سالب. الكبريتات SO4 بس سالب 2. خلاص. الكربونات CO3 سالب 2. مجموعة الفوسفات BO4 بس سالب 3. يلا كده اديني ايه التكافؤ بتاعهم دول كده مع بعض. تكافؤهم احادي. خلاص. ودول تكافؤهم ثنائي، ودي تكافؤها ثلاثي. عرفت منين؟ عرفت من الشحنة اللي مكتوبة فوقيها. بص كده، بص الشحنة اهي، شحنة واحدة سالبة يبقى احادي، شحنة واحدة سالبة احادي، شحنة واحدة احادي، شحنة واحدة سالبة احادي. دخلت بعد كده شحنتين يبقى ثنائي، شحنتين ثنائي. دخلت بعد كده 3 شحنات يبقى ثلاثي. خلاص. يبقى دي اهم المجموعات الذرية اللي عندي. خلي بالك بقى من الملحوظة المهمة دي. لو اخدت بالك ان كل المجموعات الذرية تمام الشحنات بتاعتها سالبة. بص سالب 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 2 سالب 2 سالب 3. عندي بقى مجموعة اهي، ملحوظة اهي خلي بالك منها عشان مهمة جدا. عندي مجموعة واحدة هي أحادية التكافؤ. أحادية ايه؟ التكافؤ، ولكنها موجبة الشحنة اللي عليها دي موجبة. افتكر معايا. ها سمعك يلا قول شاطر. ها مجموعة الأمونيوم كان الرمز بتاعها ايه؟ فكرني. NH4 بس موجب. خلي بالك الشحنة بتاعتها موجب، ودي تعتبر المجموعة الذرية الوحيدة الموجبة في كل المجموعات الذرية اللي عندنا في مادة العلوم. خلاص كده يبقى انا ايه لميت معاك كل الحاجات اللي خدناها قبل كده. تعالى بس ناقص حاجة واحدة، كتابة صيغ المجموعات الذرية. كنا بنكتبها ازاي؟ تعالى كده واحدة. كان بيديني هو الاسم وعايز مني اكتب له الصيغة بتاعته. خلاص. بص كده، عندي الصوديوم Na والهيدروكسيد OH. حلو. كنت بقول له ان الصوديوم تكافؤه احادي تمام، والهيدروكسيد تكافؤه احادي، فكانوا بيروحوا مع بعض، يبقى الرمز بتاعه NaOH. خلاص كده. طيب تعال نشوف المثال اللي بعديه. الألمونيوم كان الرمز بتاعه ايه؟ كلمة اكسيد عندي لو تفتكر كان قصده بيه الاكسجين. خلاص. طيب الاكسجين تكافؤه ايه؟ تكافؤه ثنائي. طيب والألمونيوم تكافؤه ثلاثي، فده ياخد التكافؤ ده وده ياخد ده، يبقى هكتبه ازاي؟ هكتبه ايه؟ L2O3. خلاص كده. اظن كتبت ايه العناصر سهله. يلا بينا مثال تاني. المغنيسيوم Mg. خلاص. والاكسيد قلنا الاو. الMg دوت تكافؤه ايه؟ تكافؤه ثنائي. تمام. احفظ بقى من التكافؤات. والاو تكافؤه برضه ثنائي، هيروحوا مع بعض. هيتكتب ازاي؟ هيتكتب هنا اهو MgO. خلاص كده. طيب خش بعد كده. قال لي هيدروكسيد مغنيسيوم، ادي المغنيسيوم، وادي مجموعه الذريه اللي هي الاو اتش الهيدروكسيد.
المغنيسيوم قلنا تكافؤه ثنائي، تمام، والهيدروكسيد تكافؤه احادي، ده هياخد ده وده هياخد ده، هيبقى كده ام جي، واعمل قوس كنا بنقول عليه او اتش باي 2، يعني عندي مجموعتين او اتش وذره مغنيسيوم. خلاص تعالى خد امثله تانية اهي، يلا بينا. نترات مغنيسيوم، قلنا المغنيسيوم ام جي، طب والنترات ان او 2. خلاص ده تكافؤه ثنائي وده تكافؤه احادي، ده ياخد ده وده ياخد ده، يبقى الام جي هيتكتب ام جي ان او 2 باي 2. خلاص كده اتفقنا. يلا بينا اخر مثال معايا، كبريتات الومنيوم. الالومنيوم احادي، خلاص اللي هو الاي ال، والكبريتات اس او 4. خلاص ده تكافؤه ثلاثي وده تكافؤه ثنائي. طيب ده ياخد ده وده ياخد ده، صح كده؟ يبقى الاي ال هيبقى ايه 2، والاس او 4 المجموعه الذريه اس او 4 تبقى 3. مفهومه كده؟ خلاص يبقى عندك اهو كمان مثالين تحت، عندك عايزك تعمل لي واجب، تمام، يوديد رصاص وكربونات نحاس، وتكتب لي العناصر الرمز بتاعهم، تصوره او تكتبه تحت في الكومنتات، هشوف كل واحد فيكم كتبه ازاي. ماشي، مرن ايدك عشان تعرف تكتب المجموعات الذريه والصيغ بتاعتها. خلاص كده انا خلصت معاك النهارده الحصه التمهيديه، تمام. اتمنى تكون انت استرجعت الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده. ان شاء الله هينزل لك جميع الحصص شرح تفصيلي على اليوتيوب هنا مجاني، ولا هطلب منك تحضر في منصه ولا احضر منك تنزل حصه. مش عايزك يا عم تنزل من البيت، وفر وقتك واقعد في البيت ذاكر معايا. هديك ميعاد الحصه هتنزل امتى، اعمل بس انت فولو على صفحه الفيس واعمل سبسكرايب على اليوتيوب علشان يجي لك ايه ان انا نزلت لك الحصه، وانا هديك الميعاد بالظبط. هينزل لك ايام معينه هينزل لك فيها شرح، وايام معينه هينزل لك فيها حل اسئله، وايام هينزل لك فيها امتحانات. خلاص هنعمل برضو امتحانات على اليوتيوب عادي، بس تابع بس صفحه الفيس واليوتيوب ومالكش دعوه باي حاجه، سيبني انا زي السنه اللي فاتت هظبط لك الدنيا على الاخر. خلاص اتمنى تكونوا استفدتوا والحاجات القديمه دي اتراجعت تاني معاكم، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.